السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفوز، صباح الانتصار، صباح الفرحة من دوري الأبطال. نسر الأهلي بيحط في محطته الأخيرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا وبينتظر الصقر من أحدهم، بينتظر الوداد أو صن داونز، أيا يكن مين هيقابلك أنت عندك صقر عنده ومش هتعتق حد فيهم. لكن امبارح الأهلي بيأكد فوزه وتفوقه على الترجي بمجموع المباراتين 4-0 واكتفي امبارح في مباراة الإياب بهدف واحد فقط لا غير. لكن الاهلي امبارح حول نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لحصه تدريبيه، انت امبارح بتلعب ماتش حصه تدريبيه، ما عندكش امبارح يعني لعيبه الاهلي امبارح لو شد شويه كان جبنا جون واثنين وثلاثه، لكن احنا ضيعنا فرص كتيره جدا امبارح ما كانتش تعبر عن نتيجه المباراه. لكن امبارح عمو كولر ابتدى بتشكيل بيعاقب فيه جمهور الاهلي. الراجل امبارح بيلعب حمدي فتحي اساسي في نص الملعب وكان ممكن يريحه ويلعب السوليه، لكن ما تعرفش الراجل امبارح بيعاقبنا، الراجل امبارح بيلعب حمدي فتحي وحمدي فتحي في كل كوره وكل اشتباك امبارح موجود. الراجل امبارح يا لهو منه، يا لهو امبارح من حمدي فتحي، كل كوره واشتباك الراجل موجود وبخش بقوته وبخش، بص ما عندوش امل حاميني في الكوره، كوره لا هجيبها لا هموت اللي قدامي. فالراجل امبارح حمدي فتحي كان يعني معللنا الضغط طول المباراه. امبارح ارتحنا بعد ما جه حسين الشحات جاب لنا جون واعصابنا رقت شويه واعصابنا بقت هاديه شويه. امبارح يا عم كوره طلع الراجل، يا راجل عايزين نتفرج على الماتش، راجل عايزين نرتاح ونتفرج على الماتش بسلاسه كده وقاعدين مرتاحين، لكن الراجل فضل يعاقبنا لحد الدقيقه 70 ان حمدي فتحي. ولعيبه الاهلي مش راضيه تجيب جون تاني عشان ما طلعوش حمدي فتحي، ما تعرفش ايه القصه في حمدي فتحي. فحسين الشحات ضيع كوره برضه انفراد اتحسب التسلل، لكن ما كانش فيها اي ريحه التسلل، كانت كوره باص جميل جدا من علي معلول وحسين الشحات انفراد بالجون، لكن الراجل صوبها في السماء. ففرصه هدف ضاعت من الاهلي وفرصه ان احنا نشوف حمدي فتحي قاعد بره على الدكه ضاعت مننا برضه. لكن الشوط الثاني في كوره برضه لمحمد هاني، يعني انت لعب الكوره بالعرض الكهرباء وابعد عن حمدي فتحي، ما تبصيش لحمدي فتحي في وسط اثنين، ولو بصيت لحمدي فتحي الكوره ممكن حد يعوره فيها، حد يخش جامد فيها. لكن محمد هاني برضه كان علينا امبارح لا بصاها لكهرباء ولا حب ان هو يريح حمدي فتحي. لكن الحمد لله الدقيقه 70 عم كولر غير تغييراته، بدانا نرتاح في الملعب وخدنا بعدها انذار اونطه لمروان عطيه، مروان عطيه خد انذار اونطه، بالتالي عندك اثنين من نص من الملعب، اثنين اساسيين مهمين جدا ان انت ممكن تفقدهم في الاياب بتاع النهائي. وان شاء الله عم كولر يقعد معاهم يفهمهم الدنيا كده وفي نفس الوقت يحافظ على حد فيهم. انت برضه خطتك في مباراه العوده والخصم اللي انت هتقابله تحاول تحافظ على واحد فيهم ان هو يلعب مباراه الاياب، لان لا قدر الله افتقدنا الاثنين الاهلي هيفقد نص ملعبه في مباراه الاياب، والاثنين مهمين. احنا شايفين امبارح الثلاثه بتوع نص الملعب، التشكيله انت بقيت عارفها، التشكيله انت بقيت حافظها، ثلاثه بقوا عارفين التناسق وبينهم تناسق كبير جدا وتناغم في نصف الملعب. فان شاء الله ربنا يعدها على خير والاثنين يكونوا موجودين معانا ان شاء الله باذن الله. لكن لعيبه الاهلي امبارح ضيعت هدف عالمي، وبالاخص احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بعد كوره 4 دقائق تمريرات بين الاهلي وسحر الاهلي بيعمله، وفي كوره خلاص انت دخلت فيها في منطقه جزاء الخصم امبارح، مش 1 2 1 3 لا ده 1 10 امبارح، باصات جميله بين لعيبه الاهلي قفشه وكهربا يعني الكوره كانت جميله، والكوره احمد عبد القادر راحت له، يا راجل حط الحته بتاعتك، حط الافيه بتاعك، لم الاثنين اللي اتزحلقوا قدامك، بعتك بكرامتهم الارض لكن تصويبتك فوق في السماء. كانه بيعاقبنا امبارح احمد عبد القادر، كانه بيعاقبنا. المباراه امبارح كانت لمعاقبه جمهور الاهلي، هدف جميل جدا ما يجيش في دوري ابطال افريقيا، وهدف كان هيبقى لذكريات السنين في دوري ابطال افريقيا وذكرى جميله للترجي نسيبها له. لكن لعيبه الاهلي ضيعت فرصه هدف جميل جدا 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 جدا. امبارح كنا نفسنا نشوف علي معلول في ان هو يبقى قائد للاهلي، لكن عمو كولر ريحه قبل محمد هاني وما قدرناش ان احنا نشوف علي معلول، وكان عنده انذار برضه لعيبه الاهلي خايف عليه او عمو كولر خايف عليه وطلعناه، لكن خد تحيه جمهور جميله جدا. وعمو كولر امبارح في مباراه او بعد انتهاء المباراه في المؤتمر الصحفي قال لك كلام حلو، قال لك اطهر الطاهر، بيقولوا انت احنا تاهلنا بفضل اطهر الطاهر، قال لهم لا بصوا للنتائج وبصوا للواقع، احنا غلبنا الرجاء وغلبنا الترجي، ومجموع المباراتين الحمد لله، او بصفه اخص انت بعد مباراه صن داونز شكلك اتغير، شكلك ما في النتائج بتعبر عن قوتك وانت استقبلت هدف واحد فقط. فبالتالي حتى في اخر 9 مباريات اللي هو قدام بيراميدز فالاهلي اتغير من بعد مباراه صن داونز، النتائج بتؤكد ان الاهلي شكل تاني، الاهلي افضل. فبالتالي عمو كولر محق، وعمو كولر امبارح حتى في تشكيله اللي نزل امبارح بيؤكد ان هو في مباراه افريقيا مركز جدا. مباراه افريقيا بعد مباراه صن داونز الشكل مختلف تماما، انت بتحترم اي خصم حتى لو كانت ايه النتيجه اللي موجوده. فالراجل امبارح بصراحه عمو كولر يوم بعد يوم خلاص درس افريقيا، وخلاص الراجل اقتحم افريقيا، والراجل بقى حافظ افريقيا عامله ازاي. فتشكيله ولعبه وطريقته ولعبته اللي هو بيلعب بيها امبارح، رغم ان في واحد فيهم عنده انذار، بياكد ان الراجل فاهم ثقافه افريقيا، فاهم ان افريقيا مباراتها غير الدوري. فان شاء الله مباراه الدوري اللي هتبقى جايه
سواء بقى من قدام الداخليه سواء طلع الجيش، انت لازم تحافظ على لعيبتك، لازم تريح بعض عناصرك الاساسيه زي علي معلول محتاج ان هو بديل يلعب مكانه شويه فتره. كذلك انت محتاج تريح بيرسي تاو عشان تحافظ عليه على النهائيات لا قدر الله يجي له اصابه ولا اي حاجه. كذلك ان انت برضو تدخل احمد القندوسي ممكن تحتاجه في بعض المباريات الاياب. برضه تحب تشوف السوليه ان هو يلعب في المباراه يكون جاهز، خالد عبد الفتاح نفس القصه يكون جاهز، تلعب محمود متولي يكون جاهز، تريح محمد عبد المنعم شويه. عندك بعض العناصر في لعيبه الاهلي محتاجه تريح، محتاجه ان هي تاخد ريست شويه. فان شاء الله عم كولر يكون موفق في الفتره الجايه ان هو يعمل روتيشن حلو في الاهلي، ان هو يغير برضه بعض اللعيبه، وان هو يعني يدخل عناصر جديده، وفي نفس الوقت اللعيبه تنال قسط من الراحه، وفي نفس الوقت نبدا نذاكر الخصم اللي هيلاعبنا سواء بقى الوداد سواء صن داونز كويس جدا عشان ما نرحموش في مباراه الذهاب. انت محتاج في مباراه الذهاب ساعه كامله في الاستاد، جمهورك يكون كله موجود، جمهورك بيشجع، جمهورك اللي رايح جمهور بتاع تشجيع مش بتاع بقى يعني حفلات اللي راح. فان شاء الله لعيبه الاهلي تحسم المباراه في مباراه الذهاب، وتحسم المباراه انت تروح المباراه الاياب مرتاح، تروح مباراه الاياب ما عندكش ضغط، بل بالعكس تروح تستمتع هناك، تروح تحسم اللقب هناك، تروح تخلص المباراه هناك، وتروح تسجل تكسب هناك. فان شاء الله لعيبه الاهلي تحسم المباراه من الذهاب، تجيب بقى هدفين، تجيب ثلاثه، ما تضيعش فرص، تستغل كل انصاف فرص. فان شاء الله عم كهربا يحسمها، ان شاء الله حاج حسين الشحات يفضل بنفس المستوى، وعم بيرسي تاو لازم نديله حقه. الراجل امبارح يعني مروان عطيه قطع الكوره والراجل خدها اداها حسين الشحات كسر بها يعني حاله تكتل للاعب الترجي، وفي نفس الوقت حسين الشحات راح انفرد بجون وحطها لوب جميل جدا. فبيرسي تاو في حاله تالق في الفتره الاخيره عاليه جدا. بيرسي تاو بصراحه يعني لعيب تقيل قوي، ولما الراجل بعد عن الاصابات الحمد لله شفنا مستوى عالي من الاهلي، شفنا ثلاثي متناغم حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، وشفنا تمريرات بيرسي تاو الجميله واهدافه الممتعه، وفي نفس الوقت الراجل بصراحه عامل شكل تاني، عامل جبهه يمين شكل تاني خالص. بيرسي تاو اداء مختلف تاني. فان شاء الله تكمل على خير، نلعب النهائي مكتملين الصفوف بعيد عن اي اصابه، في نفس الوقت نلعب كمان الاياب بعيد عن اي ايقافات، وان شاء الله نشوف شكل من عم كولر مختلف تماما، ونشوف قوه كولر اللي احنا بنشوفها. خط دفاع قوي جدا، ما بتستقبلش اهداف، بتتكلم على سادس مباراه على التوالي في دوري ابطال افريقيا انت ما بتستقبلش اهداف، كمان بتكسب على بره ارضك، وده حاجه تحسب لعم كولر. وكمان الشكل والاداء مختلف تماما، الشكل والاداء مختلف، وبدانا نوصل لخطه انت بتلعب بيها بقيت حافظها، وخطه اساسيه انت موجود فيها، لكن عندك دقه قويه بتستفاد منها في كل مباراه. فان شاء الله عم كولر يكون موفق في الفتره الجايه ان هو يعطي بعض الراحه للاعيبه الاهلي، ولعيبه الاهلي زي ما بنقول فوز بعد فوز بيطمنك، عندك استقرار في النتائج، عندك لعيبه كتير جدا بتخش. فنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه عم كولر يكون موفق، اللعيبه تفرحنا، والاهلي يحصد اللقب للمره ال11 في تاريخه، وعم كولر يتوج بلقب قاري عظيم يكون موجود دايما في ذكرياتنا الجميله. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يكسب دوري ابطال افريقيا. شكرا جزيلا.